من مقدمة نشرة جوية إلى أغنى المشاهير في تونس، ذاع صيتها بعد مشاركتها في مسلسل سرة الباتع، قصة الفنانة التونسية الجميلة رانيا التومي. تعتبر رانيا من الوجوه الشابة في الوسط الفني التونسي، شاركت في عدد من الأعمال الفنية والبرامج التلفزيونية، إضافة إلى تقديم عدد كبير من البرامج الإذاعية. ساعدت في تقديم برنامج في الفضائيات التونسية، ولمع اسمها كملكة جمال تونس سببت حرجاً كبيراً لعائلتها بسبب ظهورها المثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. بدأت مشوارها الفني كممثلة عام 2012 عندما شاركت في فيلم مسلسل مشاعر، ومنذ ذلك الحين شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات. عملت كعارضة أزياء، سيطر على ظهورها ذوقها الرفيع وأسلوبها الفريد. عندما يتعلق الأمر باختيار فساتين السهرة، دائماً ما تظهر بأجمل الفساتين العصرية بألوان مختلفة تناسب بشرتها الفاتحة. هي إحدى الوجوه الشابة في تونس، تحظى باهتمام كبير من خلال ظهورها كمذيعة للطقس. ولدت في تونس، درست في جامعة الحاسوب إدارة مجمع العلوم والمنار، وكادت أن تحصل على درجة البكالوريوس في الحاسب الآلي. جمالها دفعها نحو الفن والموضة من خلال الصور التي نشرتها وعرضها للعديد من الأزياء واهتمامها بالموضة. فازت رانيا التومي بلقب ملكة جمال تونس، ولها جماهيرية كبيرة. وكانت ملكة جمال الطقس بدأت مشوارها الفني كممثلة عام 2012 عندما شاركت في مسلسل مشاعر، وتوالت مشاركاتها الفنية إلى أن شاركت في مسلسل سرة الباتع مع المخرج المصري المخرج خالد يوسف، والذي لاقى صدى كبيراً بين المتابعين بسبب لباس رانيا المثير خلال المسلسل. أثارت رانيا التومي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر في تونس بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام، بسبب ظهورها في فيديو كليب بشكل مثير وجريء زاد شهرتها بشكل واضح. تزوجت من أبو فاروق، وهو شاب سوري يقيم في تونس ويعمل طبيب في مستشفى تونسي، وما تزال تظهر بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي مثيرة الجدل بين الجمهور